الساعة 2 الظهر بتوقيت جرينتش. احنا دلوقتي في عز الجلسة بتاعة نيويورك مع بورصة لندن. يبقى دلوقتي اكتر اوقات فيها سيولة على مدار اليوم الوقت اللي من 1 الظهر بتوقيت جرينتش لغاية 5 العصر بتوقيت جرينتش. الاربع ساعات دول اعمل حسابك كمتداول في اسواق المال او هتدخل في المجال ده ان الاربع ساعات دول تحديدا يتميزوا بالسيولة العالية بسبب تقاطع جلسة نيويورك مع لندن. ملخص اداء الذهب النهارده: بدأنا عند 3325، نزلنا الى 3275 ودي كانت منطقه دعم رئيسيه، كسرها لتحت ونزل الى 3207. يبقى هو كده كسر منطقه الدعم الرئيسيه، وبالتالي ال 3275 تحولت الى منطقه مقاومه رئيسيه. نزل 3207 وبدأ يطلع واحده واحده. ما تقوليش بقى الذهب طالع، لا هو دلوقتي ما اسموش طالع، هو شغال دلوقتي عند 3235 ل 3245، بيعمل حاجه فنيه اسمها اعاده اختبار. هيحاول يختبر منطقه 3275 كمنطقه مقاومه رئيسيه مره اخرى. لو قدر يخترقها ممكن يكمل طلوع، لو ما قدرش يخترقها والشمعه قفلت النهارده تحت ال 3275 يبقى احنا لسه في الاتجاه الهابط. الاتجاه الهابط تكون عندي بسبب وجود 3 قمم، كل قمه اقل من قمه. يوم الاربعاء اللي فات وصلنا الى 3431 ورد من عندها، بعديها ب 48 ساعه نزلنا الى 3360، دي القمه الثانيه واقل من ال 3400، والنهارده وصلنا الى ال 3275. فادي كده 3 قمم جايين تحت بعض كده، يبقى معنى كده ان الاتجاه العام حتى الان هابط للذهب.